طب لو انت النهارده كل ما بدرت اكتر، كل ما رجعت بدري اكتر، حجزت بدري اكتر، كل ما خدت سعر تذكره ارخص. كل ما تتاخر كل ما بيكون السعر اغلى. ايه اغلب الغلطات اللي الناس بتقع فيها لما بتيجي تحجز؟ ان معظم الناس بتستنى اللحظه الاخيره، بس انا هرجع واقول ان الحجز بالذات للمواسم والاجازات عايزين نمشيه بنظام او بروتوكول معين شويه. النصيحه من عندي احجز قبل ميعاد سفرك ب 45 يوم او اكتر. ليه 45 يوم؟ كل ما تاخد التذكره في الفتره دي 45 يوم قبل ميعاد السفر او قبل، بتلاقي ان التذكره سعرها نص السعر اما تيجي تاخدها قبل ميعاد سفرك باسبوع او حتى بشهر كمان. يعني هنقول فرض مثال، لو حد بيحجز النهارده من الرياض للقاهره وجاي من بره اهو، مش هنقول خارج من مصر كمان، وبيلاقي تذكرته هناك بالتسعير السعودي مثلا بنقول ب 400 ريال، مع ان الارقام دي ما عادتش موجوده. هنقول لو حجز قبل ميعاد سفره ب 45 يوم هيلاقي ال 400 دول من 200 ل 250 اقصى حاجه. طب لو انت النهارده كل ما بدرت اكتر، كل ما رجعت بدري اكتر، حجزت بدري اكتر، كل ما خدت سعر تذكره ارخص. كل ما تتاخر كل ما بيكون السعر اغلى. برضو اون تايم حطت لي دي حل، ان احنا النهارده برضو في اون تايم بنجهز دايما مقاعد وعدد اماكن للمواسم علشان نسهل على الناس ان ينزلوا ويقضوا اجازات في وسط العيله ويحسوا بالروحانيات بتاعه رمضان او غيرها من المواسم. فدي برضو عندنا ليها حل.